عبد السلام ملال عداء أبعدته الإصابة عن مضامير السباق وزاده الإهمال بعدا عن أضواء الاهتمام والعرفان. إن زوى في مسقط الرأس فاس يسترجع الذكريات ويجتر معها ألم التناسي. بورتري من توقيع يوسف سويلي. هذا كل ما تبقى في خزينة عبد السلام، بضع ميداليات وكؤوس وشواهد للذكرى، سنوات من العدو في مضامير السباق ومثلها من الانتظار. عبد السلام في 49، متزوج وأب لطفلين، طال به الأمد لأزيد من عقدين وهو يترقب التفاتة ما حار ما بين أمل مفقود وأفق مسدود. ما عمري ما خديت حتى شي حاجة، ما عمره ما عطاوني حتى شي حاجه، غير الوعود كيقول لك غادي هذه ابري غتولي انك بحالي موظف معاهم وتقدر الرياضه وهذه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه من بعد فاش جيت هما بحالي كان غير الشامبيون دي موند. دونك فاش سالي الشامبيون دي موند بقيت جالس تماك تقنط بيا الحال ومشيت بحال هاتي. بدأ عبد السلام مسيرته سنة 79، انتقل بعدها ب3 سنوات إلى الاتحاد الرياضي الفاسي، سجله حافل ببضع ذهبيات أبرزوها في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل وبطولتي العرب والمغرب العربي. أصيب في لندن قبيل أولمبياد برشلونة لتتوقف مسيرته، لديه رسالة للناشئة. أنا بالنسبة لي الواحد يدير لاباز ديالو، يقرأ على راسو مزيان فاش عاد الرياضة من بعد. أنا كنت كنقرا مزيان وكنت بخير، كنت تخي بغيون باغابوغ في ليتيد ديالي، ولكن الرياضة دات لي كل شيء. واش كيعيش ولادو غير احباب الله اللي كيعاتقوه، هو عند نسابو، هو عندنا، هو عند مرته هي اللي كتخرج مسكينه كتخدم وتجيب لدوك الوليدات، وهو غير جالس بيطالي. عبد السلام نسخة مكررة لثلة من الرياضيين ضاقت بهم ذات اليد، رياضيون منحوا الرياضة الوطنية الكثير لكنهم لم ينالوا في المقابل سوى النذر اليسير. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.